بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الاثنين برئاسة السيد رئيس مجلس النواب وبحضور النائب الأول والنائب الثاني للرئيس. وفي جلسة اليوم تم الموافقة من قبل مجلس النواب بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة المنجزة من قبل لجنة 6+6. وبعد ذلك ناقش مجلس النواب عدد من المواضيع في مقدمتها الآثار المترتبة عن كارثة الفيضانات والسيول في مدينة درنا ومناطق الجبل الأخضر ومناطق أخرى المتضررة. وتم مناقشة المقترح المقدم من السادة أعضاء المجلس النواب عن المدن المتضررة بإنشاء جهاز أو هيئة خاصة بإعمار المناطق المتضررة جراء هذه السيول. وأيضا الرأي الآخر المقدم من السادة أعضاء مجلس النواب بأن يكون هنالك جهاز أو هيئة ليس فقط مخصص لمدينة درنا ينطلق من مدينة درنا والمناطق المتضررة من السيول الماضية، ولكن أن يكون الجهاز خاص لكل أنحاء ليبيا لمعالجة أي كارثة قادمة من خلال هذا الجهاز أو الهيئة. وبين الرأيين أجل الموضوع ليتم البت فيه إن شاء الله في جلسة غد الثلاثاء. أيضا تم مناقشة مسألة جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتم التأكيد في جلسة اليوم على اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب في وقت سابق بضرورة التعجيل بتقديم تقريرها إلى مجلس النواب ليتخذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد. أيضا تم التأكيد في جلسة اليوم على حث اللجنة المشكلة بمتابعة ما تم من إجراءات في كارثة السيول والفيضانات في مدينة درنا ومناطق الجبل الأخضر والمناطق المتضررة، وهي اللجنة مشكلة من رؤساء اللجان النوعية في مجلس النواب اللجان الدائمة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس نواب عن الدوائر المتضررة. وأكد المجلس في جلسة اليوم على هذه اللجنة بسرعة التقديم تقريرها إلى مجلس نواب ليطلع مجلس نواب على الإجراءات المتخذة من قبل السلطات التنفيذية لمعالجة آثار هذه الفيضانات والسيول في المدن والمناطق، وما تم تقديمه من دعم من أجل التخفيف من وطأة هذه الكارثة على المواطنين المتضررين. وبذلك علقت الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء.